ركبته كلها دخلت في الباب من هنا اهي. اسمه جبت مره واحده، وده ممكن يعرض حياه نفسه للخطر عشان خاطر الرغيف هيمشي. متخيل ان انا اعمل 550 جنيه في 4 رحلات؟ وممكن يديك اشاره، عارف لو اداك اشاره يعني بيقطع الطريق بالعرض. اهو بص طارق يا عم لسه بتكلم اهو. مره ساعه الجمال ده. السلام عليكم ورحمه الله واخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتمنى لكم دايما الخير والرزق يا رب. النهارده معانا مشاوير ورحلات جميله جدا، انا متاكد ان انت هتنبسط من الرحلات النهارده ومن الاماكن اللي انت هتشوفها. انت متخيل ان انا النهارده عامل 700 جنيه في 4 ساعات بس؟ فالنهارده كل رحله معايا مختلفه عن الثانيه وليها احداثها ومواقفها، والحادثه اللي هي معروضه عليكم في الصوره انا منزلها لكم برضه عشان نشوف اخطاء الغير ونتعلم منها ونتلاشاها، لان حادثه زي ديت دمرت رجل واحد والتاني تعور جامد جدا. طب مش عايز اطول عليك الموضوع، انت كده هتتفرج على الفيديو بنفسك، فعايزك ما تنساش تعمل لي لايك، تدعي لي دعوه حلوه من قلبك. لو انت مش مشترك اشترك عشان عايزين نكمل 25000 على اليوتيوب. خلاص هاني كلها تركيبه بسيطه. اتمنى ليك مشاهده ممتعه ويلا بينا. المفروض ان انا كل ده كنت بتكلم والكاميرا كانت فاصله. ماشي احمد، يلا يا حميد توكلنا على الله. الله هنا كده ده اللي هيستلمه. ماشي يا غالي. خدت 12 كيلو يا جدعان عشان بس الكاميرا كانت فاصله، كنت انا مصبح عليكم وبتاع، بس للاسف كنت شغلت الكاميرا يعني. الراجل ده كان جنبي ب 500 متر بالظبط، وكان 12 كيلو وخدته ب 100 جنيه. اهم حاجه لما تاخد رحله حلوه كده تسند معاك اليوم من اوله، بس ده برضو ده عشان انا نازل الساعه 12 يعني، فالدنيا شمس. طبعا مكان الهولدر هنا جديد، مكانه هنا الاول لما اتكسر في الحلقه اللي فاتت وانتم شفتوها. وين بستان الشيخ؟ يا غالي بستان مول البستان اهو. اللي في وشك ده حبيبي. وغيرته بقى من هنا جبته هنا، وطبعا كان مايل لورا شويه عشان برضو انعكاس الشمس، خليته ايه في وش كده ايه فيس تو فيس. طب ناخده يا جدعان ب 100 وعامل 20 كيلو. عامل 20 كيلو رايح بعد مستشفى السعودي الالماني كده. طبعا لما اخد ال 20 كيلو على 5 جنيه في كيلوهات كتيره طبعا ده ممتاز. خليك عارف ان انا واخد 12 كيلو كان ب 100 جنيه برضه، بس شبرا الخيمه ما فيهاش كباتن كتير، وسط البلد فيها كباتن كتير، فمش هقدر اخد احسن حاجه من هنا، فعشان كده مش هلاقي احسن حاجه، وعشان كده هلاقي الرحلات الحلوه شويه هتتاخد على طول. الرحله دي اصلا لوحدها ممتازه، عشان بس بيجي لي واحد يقول لي ايه هو انت بتاخد الكيلو بكام؟ يا عم انا يا جدعان كلمه الكيلو ديت ما هو على حسب انت شغال فين والساعه كام، كل حاجه بتفرق، كل حاجه لها تسعيرتها وكل حاجه ولها وقتها ومكانها، مش الوقت بس والمكان كمان. فلما بتكون الدنيا نايمه خالص، فانا مثلا باخد 5 جنيه بس في اقل حاجه 10 كيلو، يعني انا 10 كيلو ب 50 جنيه وده اقل حاجه. لو جبت لي 8 كيلو هقول لك 50 جنيه، لان المفروض اصلا ال 10 يبقى 60، فاحنا برضو بنقول اقل حاجه على حسب الوقت. يعني انا اوقات بقدم للعميل تسعيره مره واثنين وثلاثه، عشان انا عارف ان مفيش غيري، انا عارف ان مفيش حد هيقدم له بالتسعيره عاليه برضو لو موجود. انت اصلا تعرف منين ان في كباتن كتيره او مفيش؟ في المنطقه اللي انت فيها هتعرفها 100 تسعيره. اول ما تلاقي في ريت عالي اعرف ان مفيش كباتن كتير، واعرف ان العملاء كتير وعايزين توصيل.
ما عرفتش اقف والله، يعني سرعتي مش قد المسافه. لو انا كنت وقفت على الرغيف هبقى اسمه وقفت مره واحده، وده ممكن يعرض حياتي نفسه للخطر عشان خاطر الرغيف هيمشي. المفروض اللي هو الجنب التاني هنا هوبا واكلمه. لا حول ولا قوة إلا بالله بسبب فتحة الباب. سمة وتمشي كده، سمة وتمشي كده. فتح الباب فتح الباب. فتح الباب. بتاع المكسيك بتاع المكسيك. ركبته كلها دخلت في الباب من هنا اهي. يا نهار ابيض. انا اعمل لك يا زوج يا عم، انا اعمل لك يا زوج، اعمل لك يا زوج، واحد يقول اعمل لك يا زوج. رجلي اتعورت. انا جنبها اهو. هتلاقيني قدام البوابه بالظبط لابس خوذه كده ملونه. ماشي يا سلام. ابو حميد هلف وامشي اهو. طب رحت مكان تاني. هو اوردر ولا انت جاي؟ ليه كده؟ هو انت اللي طالبه ولا هم هناك؟ هو اللي طالب هنا. هنا ولا هناك؟ هنا في المحل. ماشي خليه بقى يبعت لي الرقم ناموا. طب انت مش عارفين تجيبوا شنطه عدله يا ابو حميد؟ ايه؟ مش عارفين تجيبوا شنطه عدله شويه؟ هم شنطتين في بعض. لا انا قصدي الكبيره دي المفروض كده تبقى ايه؟ المفروض تبقى كده. ماشي. حلو نروح المشوار ده كده ايه؟ سك. الراجل ده كنت عايز ازود عليه التسعيره بما انها اوردر، بس كنت عايز اقول بس ايه بقى؟ هو بالنسبه له 100 جنيه 100 كله 10، مش عارف يدفع اكتر من كده. ده غير ان هو نفسه مش موجود، لقيت له واحد. قشطه بقى في الحماده يعني ايه؟ عدي. ده حلو ولا حلو؟ معلش هي العتبه كده. العتبه مره وياما بهدلك جدعان. شكاك. يلا تكوسه. اوبا الدنيا زحمه جامد اصلا هنا، ضغط بقى. ميزه الناس هنا تلاقيها بتخبط في بعض وعادي ما بيتخانقوش، يعني المنطقه الوحيده اللي هم عارفين ان ايه، عديني عديك. ده انا دخلت العقده بقى يا باشا، سيب تصريح، اللي يخبط فيك يخبط واللي تخبط فيك تخبط. وانا كلامي هنا مش في التخبيط. اخد يمين ماشي. اوعى كده. طبعا كده طلعنا بقى ايه من العتبه نخش الازهر. مرة ساعة الجمال ده. عايز اقول لك بقى ان سائق السكوتر المحترف مش ان محترف يكون سواق، لا، ان يكون عنده الحاسه السادسه. الموضوع الحاسه السادسه ده موضوع حقيقي، انك انت لازم تكون متوقع كل شيء. انا متوقع السواق اللي قدامي ممكن يرمي عليا ولا ما يرميش عليا، ممكن يقف فجاه ولا مش هيقف فجاه، هيفتح الباب ولا مش هيفتح الباب. لو ما عندكش التوقعات دي هتقعد تقف في حوادث وتقع لحد ما هتتعلمها يعني هتتعلمها.
جيت في مره بقى واحد من هنا طلع دخل قدام كده، الناس غلطتني انا، قال لك تمشي في الشمال، مع ان دي كلها حاره واحده، هو الصنفين حاره واحده اهو. هما دايما كده بتوع العربيات بيبرروا بتوع العربيات اصلا، مش فاهم ليه بيفرقونا عامه. اسمها عبد الله تقريبا. 100 كده. صورة كبيرة. ماشي ماشي. دي كده أول 200 جنيه. شوفها بقى عاملينها بعد قد إيه. ساعة وتلت بالظبط عاملين 200 جنيه. الحمد لله. حلو. حلو أوي ده. يعني رايح كمان باي 12 كيلو. تعالى طريق جامد، هاخد جسر السويس يا باشا لحد تومون باي. طريق بإذن الله بص يعني 100 عامل 71 جنيه، خدت انا 80 جنيه. وايه ده يا جدعان؟ أسوأ طريق ال100 ده، أسوأ طريق. ما انا عشان الف لك دي لفه كبيره، انا عايزك تشوفني. ما انا مدخل واحد قدام مني اهو، انا مش هعرف الف المدخل واحد، بعيد عن اللفه بعيده عشان الف له. بص على يمينك بقى، بص على يمينك هتلاقيني رافع دراعي كده. على ايدك يمين، خلي وشك للسلم، بص على ايدك اليمين، خلي وشك للمدخل واحد وبص على ايدك اليمين. طيب بص على ايدك اليمين مفيش حد. انا مش عارف، انا شويه فاضي اروح اجيبه من ايده والله. انا مش عايز الف اللفه دي كلها، نقعد نلف حوالين بعض، بس بيقول لي مش شايفني، طب انا اضطر اروح اجيبه انا. هو ده يا عم، انا واقف اهو هنا اهو. طب ما انا بقول لك ادي وشك بعيد قوي. ما انا بقول لك انا الناحيه الثانيه، مش هو انا الناحيه الثانيه، بقول لك ادي وشك لمدخل واحد. مبارك نركب منين مبارك؟ مش عارف والله. المهم ان انا بقى بقيت اشك في نفسي، كل واحد يمشي يقول لك يا جدعان هو ده مدخل واحد، يقول لي الله جيت انا كتير. ما ده في مدخل واحد اهو. ايه؟ لسه قدام، ممكن عادي ازودها يعني مفيش مشكله. انا الف في الاستلام والف في التسليم كمان. ايه؟ بقول لك الف في الاستلام وفي التسليم كمان. معلش. ايه؟ ورا ولا؟ شوف المسافه اللي انت برضه قطعتها، عاوز 90 ماشي. 10 جنيه عندك مبسوط؟ تعبت. الحمد لله كده خلصنا، عملنا 290 جنيه. انا عايز حته ظل الاول عشان اعرف اتكلم. ماشي نقف هنا كده. دي اقل حاجه 100 جنيه وانا هقول له 100 جنيه عشان ايه ما نضحكش على بعض. هو جنب مني ب5 دقايق، هاخده اوديه ميدان الجيزه فزي الفل. انا كده بالصلاه على النبي عامل كام؟ 390 جنيه في 4 رحلات بالظبط. ما انت حلو اهو مش سكران. انت حلو مش بتتطوح اهو، امال سكران ايه بقى؟ لا برنامج، انا برنامج. مش اول مره يعملها معايا. هو اوردر ولا ما انا هقول لك بس. ماشي قول. فاهم.
شوف انت حساب الاوردر بتاعك هيبقى بكام وانا هخلي الراجل يحاسبك عليه، ده اول حاجه. ماشي تمام. دي الواحد اللي انا طالب له الايه اللوكيشن. ماشي دي واحد تاني راح تقريبا ناحيه شارع الملك فيصل، هبعت لك ماشي. اللوكيشن وشوف حسابك كام وخد حساب المشوار برضه. ماشي يعني دي تقريبا عند جامعه القاهره اعتقد، ودي في شارع الملك فيصل، فكده كده في نفس المحيط في الجيزه. ماشي. شوف انت حساب مشوارك التاني كام وانا اقول لك ما حاضر حاضر. خش خش. هو انا عاملها حاسب مين؟ هحاسبك انت اللي حاسبهم؟ يعني هم هيتحاسبوا؟ إيه هطلب من كل واحد 120 ولو في مشكله هنزل معاك. هتشتغل حاجه. ماشي. وانا ممكن اربطهم ورا بس اشوفهم كده، لو ما ضايقونيش هربطهم ورا، بس انا بدل ما يضايقوني اربطهم احسن. رايح دماغي. واحد في ميدان الجيزة وواحد في الملك فيصل، يعني جنبه هتلاقي ب 2 كيلو و 3 كيلو. اقسم بالله اوردرين بص عالمي عالمي. وهو اصلا 18 كيلو، هاخد في الاثنين 240 جنيه. الاوردر عليه 120 جنيه. ده كده ايه لقطة اليوم. كنا عاملين 290 وحط عليهم كمان 240 يعني 530 كده. يبقى انا عملت في 4 رحلات 530 جنيه. ده انا لو في العيد مش هعرف من السعر ده، بس ارزاق مش فهلوه والله، ارزاق اهو. المفروض اللي بيكري لوحده الحمد لله. المهم في ناس بقى ايه تيجي تقول لي يا كابتن خالد طب احنا الاسعار اللي انت بتجيبها دي بتجيبها منين؟ بيقول لي احنا ما بنعرفش نجيب الاسعار دي. بقول له يا عم وقت الذروه هو احسن وقت ينزل في وقت الذروه. يقول لي ساعات بنزل وبرضه ما باخدش التسعيره ديت. بقول له يا ابني يبقى انت شغال غلط، بتروح في اماكن هي اصلا ما فيهاش شغل فبالطبيعي تسعيرتها قليله. يقول لي لا ساعات برضه هو شغال في المحيط بتاعك. فخلاص بقى روح صلي. بقى يتصدم روح صلي، روح راجع حساباتك مع ربنا. وانا كده مش فاهمك، هو انت بتعاند معايا؟ ده انت في حاجه غلط مع ربنا فانا ما اعرفهاش. اصل الشغل مش فهلاوه، الشغل رزق. ربنا لما بيحبك بيكرمك وبيرزقك وبيسترها عليك. لو قلت لي بقى انا بصلي يبقى انت كده بص يعني ايه، انت يا عم في ابتلاء عظيم وان شاء الله ربنا يفك كربك. عليك بالصبر او سيب الشغلانه خالص يا عم ورايح دماغك. استنى تعالى انت خد يمين وده هيقفل الشمال برضه قبل ما يقفل عليك. ايوه ايوه ودي ايوه التويوتا. جايلك جايلك يا اللي بتطرح. ماشي. هو عندي مستشفى الطلبة هنا جامعة القاهرة، مستشفى الطلبة. اقعد بقى على جنب في الظل كده، هو المفروض البوابة اهي. يا سلام سلام. ماشي يا عم معتز الحاجة اهي. شكرا لله. كده خدنا 120 جنيه. توكلنا على الله. هي بقالي كتير قوي ما نزلتش فيصل. انا ما بحبش اصلا اشتغل في فيصل نهائيا. ممكن اروح هناك لو ما لقيتش شغل ارجع لك برضه خاطر لحد مالك فيزا كده. دلوقتي كده هنلاقي باذن الله يعني.
عايز امشي كده مدي اشاره ولا مدي اي حاجه وبيرمي وخلاص. نص العربيات الملاكي دول ما بيعرفوش يسوقوا اصلا، يقولوا لك ان احنا اللي ما بنعرفش نسوق، يقول لك مش فاهم في الطريق. اقسم بالله ده لو واحد نزل اخطائهم هتشوف اخطاء. بص اللي يعني احنا يوم ما واحد بيغلط فينا بيغلط عشان هو ايه مغامر، راجل مغامر. هم لا ماشيين عادي بس عايز ياخد بقى من اقصى الشمال لاقصى اليمين وبدون اشاره، وممكن يديك اشاره. عارف لو اداك اشاره يعني بيقطع الطريق بالعرض. اهو بص طارق يا عم لسه يتكلم اهو، يقول له ماشيين ايه مستقيم. ارجع عزوز خش بقى يكون الاخضر. بس نقف هنا. ماشي يا غالي تسلم تسلم مش مهم. ماشي 50 جنيه مفروقة بس مش مشكلة، كلام بزيادة مش هنعرف نتكلم. متخيل ان انا اعمل 550 جنيه في 4 رحلات في مدة 3 ساعات؟ الحمد لله الحمد لله طبعا، رزق واسع الحمد لله. مش عارف هنا بنات كتير قوي ليه كده، مشكلة في اماكن انا عايز اروحها. طب 65 جنيه والله جات لي رحلات اكتر منك، رحلات احسن منك وانا اللي دلعت عليها. ماشي وافق 65 جنيه هوديه عند، هو مش عارف سيراميس تقريبا على الكورنيش كده ولا حاجه، بس عشان عايز امشي بصراحه من هنا والله، مع اني جالي المهندسين ب 100 جنيه انت متخيل؟ لا جالي مهندسين ب 90 جنيه وانا قلت له 100، ما هو على اساس ان من 90 ل 100 يا قلبي لا تحزن يعني اي حد يوافق. تقريبا حد حط 90 جنيه وانا حطيت له ال 100 راح وافق عليه. التيشيرتات اللي جبتها يا جدعان بكم دي بصراحه ما بقاش يفرق معاها ولا شمس ولا مش شمس. التيشيرتات دي مش محسساني بالحر ومش محسساني بالشمس، المسام بتاعها واسع وبيدخل الهواء. عايز اقول لك انا من جوه مبسوط. نقول مثلا ان احنا عند الحسين او عندي اتوال، هو ممكن يكون واقف قدام اتوال ده. الله الحمد لله على السلامة. ماشي يا بيه 65 جندي كانوا أسرة وجبناهم من فيصل الحمد لله.
حلو. راح 12 كيلو كابلات نديله 70 جنيه. هو التسعير العادلة عاملة 65 جنيه. قال لي يا عم بندق التلميذة اللي انت جنبي 500 متر. قلت له 75. هو رفض يعني. انا مش عايز يتاخد مني الرحلة حلوة، والميزة اللي هو جنب مني هو راح بالكابلات مشواره برضه حلو. هو ده. السلام عليكم. عامل ازاي؟ ربنا يستر عليك. خليك كده بس. ماشي. نبدأ الرحلة بس. خش بقى عليا كده سن بالخمسين. ماشي. قعد يكلمهم في السكة عمال يقول واحد ياخد توك توك. عند الكوبري هنا كده. ماشي. انت نسيت ان الشبشب بتاعك مقطوع. نسيت ان الشبشب بتاعك مقطوع.
يستر عليك. بصورها ايه بصورها بس انا عارف. ماشي. لو وصلت معانا لحد هنا ننسى الصلاة على النبي. الحمد لله اليوم النهارده عدى على خير. اليوم النهارده كان ممتع وكان جميل خلاف الحادثه اللي انا شفتها، لان انا بحزن على اي حد طبعا يقع في وقعه زي ديت. اكيد مصالحه بتتعطل واهله بيحزنوا عليه. ربنا يسترها علينا ويبعد عنا شر الطريق يا رب. الحمد لله قدرت في 4 ساعات ونص ان انا احقق اعلى سعر 700 جنيه في اقل وقت، فده رزق كبير من ربنا. وما تنساش يا صديقي لو ليك اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات تحت. ويا ريت لو انت مش مشترك تكون اشتركت. سيبكم في رعايه الله، بحبكم في الله، يلا سلام.